يا صباح الفل على احلى ناس او مساء الفل على الوقت اللي حضرتك بتشاهد الفيديو فيه. وفي الفيديو ده هشارك معاكم 5 تطبيقات للايفون، تطبيقات مهمة ومفيدة. عايزكم تتابعوا معايا الفيديو للاخر علشان الكل يستفيد. وبتمنى من كل اخواتي لو عجبكم الفيديو كلنا ننزل تحت نضغط لايك للفيديو واشتركوا معايا في القناة وسيب لي تعليق بافضل تطبيق عجب حضرتك. وبس كده يلا بينا نبدأ الفيديو. التطبيق الاول معانا تطبيق مهم ومفيد. لو حضرتك عندك صور كتير متكررة التطبيق ده يقدر يحذفهم لك بطريقه سهله وبسيطه وتقدر توفر مساحه على الهاتف بتاعك. كل ما علينا هنضغط على التطبيق بالشكل ده وهنضغط على الصور، وهنا حضرتك هتلاقي جميع الصور المتكرره عند حضرتك. كل ما علينا هنضغط على العلامه من هنا، هنعلم من هنا، وهنا حضرتك التطبيق هيعلم لك على الصور المتكرره وهيسيب لك صوره بالشكل ده زي ما احنا شايفين مع بعض. انا عندي صور كتير متكرره، هيحذف لي الصور وهيسيب لي صوره واحده. وبعد كده حضرتك هتضغط على ديليت من هنا، وبكده حضرتك انت حذفت كل الصور المتكررة على الهاتف بتاعك ووفرت مساحة. التطبيق التاني معانا بيدينا ميزتين. الميزة الاولى بيمسح لنا جميع الملفات اللي موجودة على الهاتف بتاعنا، الملفات اللي ملهاش اي لازمة. والميزة التانية معانا بيسرع لنا الهاتف بتاعنا. كل ما علينا هنضغط على التطبيق بالشكل ده يفتح معانا بالواجهة دي، هننقر نقرتين على الشاشة بالشكل ده، وهنا حضرتك هيحذف لنا جميع الملفات اللي ملهاش اي لازمة على الهاتف بتاعنا، وهيفضلنا مساحة كمان بالشكل ده. وهنا حضرتك هيسرع لنا الهاتف بتاعنا. انصحكم بتنزيل التطبيق ده حالا. التطبيق التالت معانا لو حضرتك بيظهر لك اعلانات على الهاتف بتاعك، التطبيق ده من افضل التطبيقات لحظر الاعلانات المزعجة. كل ما علينا هنضغط على التطبيق بالشكل ده، وهنا حضرتك هنضغط السماح، وهنا حضرتك هنضيف الرقم السري بتاعنا، وبعد كده هتلاقي التطبيق اتفعل معانا بالشكل ده. وهنا حضرتك هيحظر لك جميع الاعلانات المزعجة اللي بتظهر لك على الهاتف بتاعك. التطبيق الرابع معانا لتنزيل الخلفيات. كل ما علينا هنضغط على التطبيق من هنا وهيفتح معانا بالواجهة دي، هنطلع اكس من هنا، وهنا حضرتك في خلفيات كتير واقسام كتير تقدر تختار القسم اللي حضرتك عايزه. هتضغط على القسم من هنا، وهنا حضرتك هيفتح لك خلفيات كتير. لو عايز تنزل اي خلفية عندك على الاستديو هتضغط على الخلفية اللي تعجبك وهتضغط على السهم من هنا، وبعد كده هتضغط على الاختيار التاني، وهنا حضرتك الخلفية هتنزل على الهاتف بتاعك. التطبيق الخامس معانا تطبيق مهم جدا ومتأكد ان انت هتشكرني عليه في التعليقات. التطبيق ده بيحتوي على مجموعة كبيرة جدا للخلفيات بالشكل المميز ده، وتقدر تنزل الخلفية اللي انت عايزها. هتضغط على القسم اللي انت عايزه بالشكل ده، ولو حبيت حضرتك تنزل الخلفية دي عندك على الاستديو هتضغط على السهم ده، وبكده حضرتك هتلاقي الخلفية انضافت عندك على الاستديو. بس كده هيكون فيديو سريع، واشوفكم الفيديو القادم على خير بإذن الله.